اهلا وسهلا بيكم في قناة بصبص والمطبخ. النهاردة هعمل معاكم الخيار المخلل اللي انتوا شايفينه ده بطريقة سهلة جدا وزي ما بتجيبيه من بره بالظبط واحلى كمان. عارفين لما بتاكلي سندوتشات سوري في مطاعم سوري او حاجات زي كده وبيدوكي معاه خيار مخلل، بتحسي ان طعمه مختلف ولونه مختلف غير كمان اللي بيكون في المحلات بتاعة المخللات. هو ده بقى الطريقة بالظبط اللي بيعملوا بيها المخللات السوري وبالذات الخيار. شايفين وانا بقطعه دلوقتي شكله تحفة وطعمه كمان هيعجبك قوي قوي لو عملتيه بالطريقة دي. طريقة سهلة خالص ومش هياخد مني غير ان انتي تعمليه وتاكليه بعد يومين بالظبط. بصوا لونه وشكله وقرمشته هتفضل معاكي لغاية اخر خيارايه في البرطمان. هتجيبي طبعا الخيار وتغسليه كويس، واهم حاجة ان وانتي بتنقي الخيار نقي الخيار الصغير اللي هو بيبقى قصير ده، علشان كمان بيكون من جوه عارفين مفهوش البذر من جوه، يعني مفهوش الياف من جوه ويخلي الخيارات تطرى معاكي بسرعة وتبقى طعمها مش حلو بعد التخليل. شايفين الخيار الصغير ده حلو جدا جدا وموجود دلوقتي كتير ومتوفر في الاسواق. فهاتي بقى منه الكمية اللي انت عايزاها على قد ما انت عايزة تخللي قد ايه. ممكن تعملي اول باول كده علشان ما يفضلش عندك كتير ويقعد معاكي كتير. هبتدي بقى بعد ما غسلته كويس ونقعته في مية وخل، اشيل اللي هي الحتة اللي من فوق ومن تحت دي. هشيلهم بقى كده كلهم. وبعدين هجهز بقى البرطمان اللي انا هعمل فيه. لازم يكون برطمان بيكون بيتقفل كويس. انا عندي برطمان اهو باغ يعني بلاستيك، بس انا غسلته بمية سخنة، مش سخنة مغلية، يعني مية دافية، وكمان حطيت فيه شوية خل كده ورجتهم ودلقتهم. لازم تعقمي البرطمان قبل ما تشتغلي فيه علشان المخلل بتاعك ما يبص. هبتدي بقى ارص الخيار كده زي ما انتوا شايفين كده برصه جوه البرطمان. هبتدي ارص بقى الخيار، بميل البرطمان كده وبحطه جنب بعض بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. هزنقه بقى كده في بعض علشان ياخد كل الكمية اللي عندي دي هتتحط في البرطمان الصغير اللي انتوا شايفينه ده. بطريقة سهلة خالص بنبتدي نحطه كده جنب بعض. رصيت بقى اول سطر من تحت اهو في الخيار. عندي بقى هنا 3 4 فصوص كده من الثوم صحاح، هقطعهم. وعندي ورق لورا، وعندي فصين حبهان. بصوا هو بيدي ريحة وطعم في المخلل زي ما قلتلكوا بقى، هتحسوا زي المخللات السوري بالظبط. اما يعني التوم مجرد بس بيدي ريحة. احنا بنقطعه كده على 2 أو 3، وببتدي اوزعه كده على الخيار في كل مكان كده. وهحط كمان الورق اللورا والحبهان. الحبهانة بس هكسرها كده بالسكينة عشان تطلع الريحة بتاعتها جوه الخيار، وهحطها بس كده. هي دي الحاجات اللي هتخلي المخلل بتاعك احلى طعم وريحة كمان. كل اللي هيدوقه هيقولك انت عاملاه ازاي. عندي بقى هنا لتر من المية، مية من الفلتر نضيفة، او لو انتي عايزة تعملي مية معقمة يعني اغلي مية وسيبيها اما تبرد خالص، لتر من المية وسيبيها اما يبرد خالص. وبعد كده ابدأي بقى اعملي بقية المكونات. هبتدي بقى انا ارص بقية الخيار، رصيته كده فوقيه اهو خده كله.
وهجيب بقى المية اللي عندي وهحط على اللتر المية 3 معالق كبار من الملح، 3 معالق اكل كبار من الملح. وهحط كمان اللي هيخلي مقرمش جدا ويفضل معاكي مقرمش لاخر معلقة، معلقة من السكر. بتديله يعني بتخلي المخلل مسكر كده، وفي نفس الوقت ما يدوبش معاكي بسرعة. وعندي هنا كركم، هاخد يعني على حرف المعلقة كده، اقل من ربع معلقة كمان، مجرد بس لون خفيف كده. وكمان الكركم ليه فوائد كتير وبيدي طعم حلو للمخلل، جربي ومش هتندمي. هقلبهم بقى وادوبهم كويس كده مع بعض، وبعد كده هحطهم فوق المخلل. هبتدي بقى اكب المية، لازم المية تغطي المخلل كله علشان ما يبص معاكي. انا هنا كنت نسيت ان انا احط في المية ربع كوباية من الخل، فحطيت المية وسبت مكان شوية وحطيت ربع فنجان من الخل. لازم الخل يا جماعة. وبعد كده زودت المية لغاية الاخر، المية اللي احنا عاملين فيها مية وملح وسكر. وبعدين حطيت كيس وهحكمه واقفله كويس جدا. مش مشكلة، نسينا الخل حطيناه برضو، وبعدين نرجه كده كويس، يبقى كده اتغلغل في كل المخلل، مش هيحصل حاجة. هقلبه بقى كده كويس وارجه كده ببعض عشان بس الخل يمتزج كله مع بعضه. وكده خلصنا المخلل، مخدش في ايدينا اي حاجة، وهيبقى عندك احلى مخلل في البيت. هتسيبيه بقى كده في المطبخ لمدة يومين او 3 ايام، وهتلاقيه زي الفل واستوى وطعمه جميل جدا. وانتي بس داخلة المطبخ تقلبيه كده على بق البرطمان كده، آه علشان يستوي من كل الاتجاه يعني. وشوية تاني وتقلبيه كده تاني. خلاص كده المخلل بتاعنا جاهز، وهنسيبه. تعملي بقى جنبه يعني احلى بقى شاورما، تاكلي جنبها بقى مخلل خيار. تعملي جنبه زي ما انا هعمل دلوقتي وهوريكم. آه شوية فول بقى وطعمية، يا سلام، وشوية مخلل خيار جنبها، بتبقى حاجة تحفة. بصوا من فوق اللي مش غطسان قوي، لون الخيار لسه اخضر، فلازم كل شوية تقلبيه. انا بصراحة نسيت ان انا اقلبه. وده كده شكل بقى المخلل. انا حبيت اوريهولكوا كمان بعد ما استوى، بعد ما عدى عليه يومين تقريبا او 3. فتحت عليه وابتديت ان انا اقطع منه. الولاد اصلا ما كانوش صابرين ان انا اقطع، كانوا قاعدين ياكلوا فيه وهو يعني وانا بقطعه كده من كتر طعمه وجماله. بصوا بقى الخيارة من جوه زي ما انا بقول لكم، ما بيبقاش فيها القلب بتاعها ده بتاع الخيار، فبتبقى جميلة جدا ومقرمشة جدا جدا. احلى بقى مخلل الخيار معاه شوية قرنبيط. بصوا القرنبيط ده هعمله لكم مرة في حلقة. ده من غير بيض ولا من غير اي حاجة، وبصوا لونه وطعمه هيعجبكم بطريقة حلوة جدا جدا. واخر قرمشة مش عايزة اقول لكم تحفة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ومع السلامة.